اهلا البنات، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بيان. اليوم هاني رجعت لكم فيديو اللي جبت لكم فيها واحد الوصفه ملاحه خلاه لزياده الوزن. هي خلطه طبيعيه، المكونات تاعها كل طبيعيه 100%. ايفيتيو عليكم اللحسه الصحراويه اللي تشريو فيها وفيها الكورتيكويد وفيها الدواء وفيها حوايج ياسر ماهيش صحيه. هي صح تعطيكم نتيجه وتشوفوا روحكم زدتوا في البوا، مي في الصح راهي غير تنفخ فيكم ومش خلاه مفيده وما عندها اضرار ياسر للكور تاعكم على المدى البعيد. يعني راح تعمل لكم ياسر اضرار، وسقسيوا الناس اللي جربوهم رايحين يحكيوا لكم تجاربهم. هي صح تمد لك الشكل في مده قصيره، بس طبيعيا الكور تاعنا ما يزيدش في مده هذيك. اصلا الجسم تاع الانسان لازم له ياسر شروط باه يزيد في الوزن، ومش بين ليله ونهار. لازم له الراحه، ولازم له النوم، ولازم له الماكله ياسر، ولازم له ياكل البروتين وياكل الكربوهيدرات، وياكل ماكله فيها سعرات حراريه عاليه. هذه الوصفه اللي راح نمدها لكم راهي تعاون باه تزيدوا في الوزن، على خاطر فيها ياسر فوائد، وهي تعتبر يعني مكمله للماكله الاخرى. ماشي تاكلوها هي وما تاكلوش الماكله الغداء يعني والفطور والعشاء، على خاطرهم اساسيين. هذيك ملاحظه بركه. المهم خلينا نبداو دركا بالوصفه تاعنا. واذا كنتوا اول مره تشوفوا القناه ما تنساوش انكم تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس باه يوصلكم الاشعار تاع كل فيديو جديد نحطوه. وخلينا نبداو بالوصفه. من بين المكونات اللي عنا اللي هي المكسرات، واول واحد اللي هو الكاجو، انا جبت هذه الكميه، وعندي اللوز وعندي الكاوكاو وشويه جوز وجلجلانيه. هذا اللي حطيتهم في الصحن مشويه، الباقي راهو عجنب، خاصه الكاوكاو راني عملت كميه كبيره على خاطر فيه ياسر الزيوت وفيه سعرات حراريه عاليه. ها هو هنا رحيته كلش. لازم يكون مقلي. هذه الكميه تاني مرحيه منه. وعنا العسل تاع البركه، هذا هو عسل ماهوش طبيعي، انتم من المستحسن تستخدموا العسل الطبيعي الحر. والمكسرات كما قلت لكم الكميه اللي تحبوها تهزوا بوش عندكم، المهم تكون كميه ملاحه وتكفيكم، على خاطر أغلبية المكسرات راهي فيها سعرات حرارية عالية وتساعد في زيادة الوزن. المهم أنا خلطتهم وخليت الكاوكاو بقشور، على خاطر القشور تاني فيها فوائد، ورحيتهم بعد مع بعضهم وحتى نولاو لي هكا مش بودر ولكن خشان شوية. والوصفة هذه تليق للدراري صغار ولا الكبار، تليق للمرأة المرضع ولا الحامل، ما فيها حتى إشكال. المهم عنا المكون الآخر اللي هو زبدة الفول السوداني، غنية بالدهون وبالسكريات وبالسعرات الحرارية اللي تعاون في زيادة الوزن. الكمية أنا عندي هدية مش باطة كاملة، بصح أقل شوية، ونستخدم في هدية الماركة تاع تارتين لا، على خاطر تعجبني طعمتها خلاه. كاينين وحايد تجي طعمتها مش ملاحة، انا دي يعني تعجبني حتى تاكلها وحدها ملاحه. كيما راكم تشوفوا الكميه كانت عندي كيما لتحت هذيك، على خاطر خدمت بها قبل الوصفه. ومن بعد رايحين نخلطوهم مع بعضهم تري بيان حتى تولي عنا المزيج هكا محاكم روحه شويه، ما يكونش طري ياسر وما يكونش ثقيل ياسر. هنا كنت رحيت المكسرات كاملين اللي نعتهم لكم. ومن بعد الكاجو انا نحب القوتيعو، دونك قصيته برك بالموس هكا شويه خشين باه يبقى نحس يعني بالقرمشه تاعو. وزدت له زبده الفول السوداني هديه نكون نزيد فيها بالطرف ونخلط. ومن بعد العلبه تاع العسل درتها كامله. الوصفة هذه من الأحسن تاكلوها 2 مرات في النهار، مغرف الصباح ومغرف في الليل ولا في العشية ولا وقت العصر ولا ورايحين تشوفوا الفرق. يعني كي تجيو تكملوها تشوفوا الفرق. كما قلت لكم لازم الماكله تاعكم تكون يعني فيها البروتينات، يعني كي تتغداو وتتعشاو تاكلوا بيان، مش تكون يعني تكون هي مش بديل للاكل تاعنا اليومي. وتعاون كما قلت لكم. كي تكملوا هذه زيدوا اعملوا مره تانية وابقاو متواصلين عليها، عندها ياسر فوائد للجسم وتزيد الوزن، تزيد الوزن بطريقه رهيبه. رايحين تلاحظوا الفرق. يعملوها الناس كل اي واحد يقدر ياكلها. وهذه هي الوصفه، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منها. ما تنساوش تجربوها وتخليوا لي ارائكم في لي كومونتير، ونستفادوا من بعضنا ان شاء الله. وشوفوا الكميه جتني كميه كبيره كما راكم تشوفوا، وطعمتها بنينه تهبل. المهم استناوني في الفيديو الجاي ان شاء الله، وباي باي.